في ألعاب ما اتعملتش عشان يتلعب بيها. اللعب دي اتعملت عشان تشوف هتخاف قد ايه، ولما تخاف ايه اللي هيظهر جواك. في بنت اسمها يارا، كانت من النوع اللي بيحب يتحدى كل حاجة. تقولك مفيش جن، مفيش خرافات، كلها هزار. وأكتر لعبة كانت بتحب تحكي عنها هي لعبة بلادي ماري. اللعبة اللي بتبدأ بإنك بتقف في حمام ضلمة قدام مراية وتقول اسمك 3 مرات: بلادي ماري، بلادي ماري. وتستنى. اللي بيلعبوها بيقولوا إنها خرافة، منهم اللي سكت ومنهم اللي مشى بس مرجعش زي ما كان. في شقة صغيرة 3 بنات عاملين قعدة سمر. الساعة كانت داخلة على 3 الفجر. والدنيا ساكتة لدرجة إنك تسمع صوت التلاجة بيتنفس. وفي عز الهدوء جت سيرة اللعبة. يارا ضحكت: أنا لعبتها قبل كده ولا حصل حاجة. لكن اللي حصل الليلة ما كانش زي كل مرة قبل كده. يارا دخلت الحمام، قفلوا النور وسابوا ضوء خفيف من الشمعة. مفيش تسجيلات، مفيش صوت، بس من اللحظة اللي الباب اتقفل فيها الوقت اختلف. عدى دقيقتين، 3. المراية اللي جوه ظهر فيها حاجة ما اتفسرتش. لما فتحوا الباب كان شكلها زي ما هو، لكن عينيها ما كانتش بتبص للعالم نفسه. في الأيام اللي بعدها يارا كانت بتتصرف بشكل غريب. ما بتردش، ما بتتكلمش، بس بتقف قدام المراية بتبص جواها بالساعات. وفي مرة مامتها دخلت الأوضة ولقت المراية مبلولة وفي آثار كف، بس مش كف يارا، كف أصغر، كأن في طفلة من جوه بتحاول تطلع. بدأت تظهر شروخ في المراية كأن الإزاز بيتنفس. كل ليلة كان بيتكرر نفس المشهد: يارا واقفة قدام المراية وشفايفها بتتحرك من غير صوت، كأنها بترد على حد من جوه. الأهل شكوا في مس، لكن الشيوخ ما شافوش عليها حاجة. بس في بنت من صحابها بدأت تدور في كتب عن أصل اللعبة. اكتشفت إن القصة أقدم من أي خرافة. في روايات بتقول إن بلادي ماري مش ست، لكن بوابة. بوابة بتتفتح لما تنادي الاسم. بس البوابة دي مش دايما بتخرج منها هي، في أوقات بيخرج منها شيء بياخد مكانك. يارا اختفت. الباب كان مقفول، البيت مفيهوش صوت، بس المراية اللي في أوضتها كانت مشقوقة من النص وجنبها مكتوب بخط مش واضح: أنا جيت، انتي كنتي فين؟ الموبايل بتاعها اتفتش، مفيهوش تسجيلات. الموبايل بتاع بس فيه مذكرة صوتية محفوظة بتاريخ الليلة اللي لعبت فيها اللعبة. الصوت كان مكسور بس واضح فيه أنفاس تقيلة، وآخر جملة فيه: أنا كنت بلعب بس اللعبة ما كانتش لعبة. في ألعاب مش لازم تكسب فيها ولا تخسر، كفاية إنك تشارك علشان حد تاني
ياخد مكانك. ولو يوم قررت تجرب بلادي ماري، افهم إنها مش بتسمع بس، هي بتستنى. ولو جاوبتك، اعرف إن الباب ما اتقفلش من ناحيتك. ما تنساش اللايك والسبسكرايب.